حلقتنا اليوم عن فيلم لوعة الحب إنتاج 1960 إخراج صلاح أبو سيف. يطلق على صلاح أبو سيف مخرج الواقعية، وهو كان متأثر بالواقعية الإيطالية الجديدة، وده كان تيار بيناقش تأثيرات الفقر على المجتمع والطبقات العاملة والبسطاء من الناس في إيطاليا بعد الحرب العالمية الثانية. صلاح أبو سيف اتأثر بالاتجاه ده، لكن واقعية صلاح أبو سيف كانت أشمل وأوسع من كده بكتير. لم تكتفي بمناقشة تأثيرات الفقر على المجتمع والطبقات العاملة والبسطاء، لكن الموضوع معاه شمل مناقشة عادات وتقاليد وانتقاد أفكار رجعية وقضايا اجتماعية زي فيلم الحلقة النهاردة لوعة الحب. بداية الفيلم فرح، وبنشوف ليلة دخلة أشبه بالاختصار، ورجل بيعامل مراته معاملة سيئة. أسلوبه في الحديث معاها فيه تقليل منها وسخرية من اللي بتقوله وعدم اهتمام بكلامها ورفض إن يكون ليها رأي، لأنه شايف إن دي الرجولة وإن ده الأسلوب السليم لمعاملة الستات، وإنه كده بيحطهم في مكانهم. وممارسة الجنس بتتم عنوة دون اعتبار لرغبة الطرف الآخر بشكل أشبه بالاغتصاب. صلاح أبو سيف سنة 1960 كان بيناقش موضوع الاغتصاب الزوجي. أمر مفاجئ، مش كده؟ التحول في الأحداث بيحصل لما الزوج تجيله مهمة تستدعي غيابه عن البيت لفترة طويلة، وبيطلب من المساعد بتاعه عمر الشريف إنه يوصل مرتبه لمراته ويشوف احتياجات بيته وهو غايب. المساعد عمر الشريف عكس الزوج أحمد مظهر تماما، محب للحيوانات، بيعطف على القطة بتاعت شادية اللي مظهر بيكرهها، وبيحب الورد، مش بيشرب، مهذب في الحديث، محب للقراية. وهنا تحصل قصة حب بين شادية وعمر الشريف، وهنا يحصل الصراع، الحب قصاد الواجب والأخلاق. السيناريو الهايل لجليل البنداري وصلاح أبو سيف والسيد بدير بيصور لنا تطور العلاقة والمشاعر بين شادية وعمر الشريف بشكل سلس غير مفتعل، بداية الإحساس بالمشاعر مع الشعور بالذنب وتأنيب الضمير اللي بيخلي عمر الشريف يسعى إنه ينقل نفسه للصعيد. لكن في الآخر الاتنين بيقرروا إنهم ما يهربوش من مشاعرهم ويواجهوا أحمد مظهر بالحقيقة، وإن شادية تطلب الانفصال. في نفس الوقت بيحصل تغير في شخصية الزوج أحمد مظهر، مصدره لما يقعد مع زميله اللي فقد زوجته ويشعر بالندم وتأنيب الضمير لسوء معاملته لمراته بنفس الطريقة اللي أحمد مظهر بيعامل بيها مراته، وإنه عرف قيمتها لما فقدها. الموقف ده يخلي أحمد مظهر يفكر ويراجع نفسه، ويبان ده لما يروح البيت بعد كده. وتاني يوم بنكتشف إن شادية حامل، وده بيساعد على إن أحمد مظهر يحسن من سلوكه أكتر، وده يدفع شادية إنها تختار إنها تبقى تفضل مع جوزها وطفلهم اللي جاي، وتحاول توصل رسالة لعمر الشريف بده، لكنها تفشل. وعمر الشريف بيجي يزورهم وندخل في أجواء إثارة، لكن الأمور تعدي بسلام، وعمر الشريف بيختار الوفاء للصديق وينقل نفسه بعيد. وينتهي الفيلم نهاية سعيدة، إن العلاقة بين الزوجين تتحسن ويتخلى الزوج عن سلوكياته السيئة. حرفة صلاح أبو سيف العالية كالعادة بتبان في تفاصيل صغيرة. في مشهد الدخلة العريس يقرب من العروسة ياخد بوكيه الورد اللي في ايدها ويرميه، ويقعد على السرير ويشدها بعنف تقعد جنبه، والكاميرا تقرب بهدوء ويطلب منها انها تقلعه الجزمة. بعد كده بيطلب منها انها تقلع الطرحة، ولما تقلعها بيقول لها بلهجة آمرة اللي بعده. ببساطة كده صلاح أبو سيف عرفنا من الأول إيه هو موضوع فيلمه، وقدم لنا وعرفنا على شخصيتين من الثلاث شخصيات الرئيسية اللي في الفيلم. مشاهد عمر الشريف وشادية كانت معبرة جدا عن علاقة فيها تضارب مشاعر بين الحب والأخلاق والواجب، زي مشهد فيه كلوز أب لمصافحة بينهم، معاه لقطات كلوز أب لوجوههم مع موسيقى معبرة جدا لفؤاد الظاهري، بيبان في المشهد ده مونتاج عالي لإيميل بحري. الفيلم أشار لموضوع الاغتصاب الزوجي وأدانه بأسلوب ذكي، إنه خلانا نشوفه ونتأمله على الشاشة ونعرف قد إيه هو أمر سيء ومهين للمرأة والرجل. وبنشوف ده في مشهد وشادية مصابة بجرح في رجلها، وأحمد مظهر بيقرب منها فتبعد عنه فيجرها من إيدها وعلى وشها ملامح خوف. بنشوف في المشهد ده أداء رائع من شادية في تعبيرات وشها، وحركة ممثلين رائعة من صلاح أبو سيف. في تفصيلة مهمة في الفيلم بخصوص القطة بتاعت شادية اللي لما اتجوزت أخدتها بيتها، وبنشوف أحمد مظهر بيكره القطة دي جدا ومش عاوزها في البيت. ولما تتعرف شادية على عمر الشريف هنلاقيه بيحب القطة جدا،
ولما يحصل تغيير في سلوك أحمد مظهر بيتغير سلوكه مع القطة ويبقى حنين معاها. وفي مشهد لما عمر الشريف يزور بيت أحمد مظهر ويبلغه إنه هيتنقل، وهو ماشي بيقرب من القطة عشان يشيلها، يقوم أحمد مظهر بشكل تلقائي جدا يشيل القطة ويحضنها وهو بيودعه، وشادية معاهم في الكادر. تفصيلة ذكية جدا من السيناريو ومن صلاح أبو سيف توضح لنا التغير اللي حصل في طبيعة العلاقات بين الشخصيات وتغير شخصية أحمد مظهر. موسيقى فؤاد الظاهري كانت حاضرة في الفيلم بقوة، بتعبر عن المشاعر الموجودة في المشاهد، وكانت بتدي روح في الفيلم. وكان في مشاهد اللي كان بيتم فيها لقاء جنسي بيتم عنوة ويفرضه أحمد مظهر على شادية. كان بيستغل تيمة من أغنية فرح مشهورة لكن فيها إيقاع طبول تشعرنا إننا أمام فعل فيه قسوة مش ود وحب. وهنا بيبان دور مهندس الصوت كريكور. السيناريو كان لجليل البنداري وصلاح أبو سيف وسيد بدير، سيناريو محكم وشخصيات مرسومة صح. أحمد مظهر شايفينه زوج سيء جدا لكن بيتغير للأفضل، وده اترسم بشكل كويس ومبرر بطريقة سليمة. ورانا إنه شاف تجربة وفاة مرات صاحبه وكلامه عنها، وده خلاه يفكر في علاقته بمراته ويراجع نفسه، وكون إن مراته بقت حامل، والحدثين دول تزامنوا سوا. كمان أشار لنا السيناريو إنه شخص شاطر في شغله، جدع مع زمايله، يعني فيه شيء كويس جواه. طيب عرفنا ده منين؟ من كلام عمر الشريف عنه اللي بيكن له إعجاب كبير ويعتبره صديق وأخ أكبر، وكان ده له دور مهم إنه خلاه يشعر بالواجب ناحيته ويضحي بالمشاعر اللي شعر بيها تجاه شادية ويتخذ قراره بالنقل عشان يبعد. من الكلام ده نفهم إننا أمام سيناريو متربط في بعضه صح، في بناء محكم وشخصيات مرسومة بشكل سليم. صلاح أبو سيف كان أسلوبه في الفيلم ده سهل ممتنع، حرفة عالية بانت في مشاهد متنفذة بأسلوب بسيط، مفيش حركات كاميرا معقدة، الإضاءة بسيطة، لكن كل شيء بيعبر بقوة عن كل اللي هو عايزه. كمان هو عمل إدارة ممثلين رائعة. مين كان ممكن يختار أحمد مظهر البرنس في الأيدي الناعمة ويخليه سواق قطر، وعمر الشريف يبقى عطشجي؟ محدش يقدر يعمل الاختيارات الجريئة دي إلا صلاح أبو سيف، اللي يقدر يخرج من الممثلين حاجات محدش يتوقعها منهم. وده حصل مع أحمد مظهر في الفيلم ده اللي كان أداؤه مفاجئ. أما بالنسبة لعمر الشريف فصلاح أبو سيف أكتر مخرج عارف يشغله صح أثناء عمله في مصر. عمر قدم دور صعب في مشاعر متضاربة بدخله صراع بين الحب والواجب، وظهر ده في لقطات كتيرة زي مشهد مصافحته لشادية والنظرة اللي في عينيه بعد ما يخرج من بيت أحمد مظهر في آخر الفيلم. بالنسبة لشادية أظن ده كان من أفضل أدوارها، نظراتها اللي كانت بتعكس المشاعر اللي مش قادرة تقولها كان عظيم، ونظراتها وملامح وشها وأحمد مظهر بيجرها عشان يمارس معها الجنس على غير إرادتها كانت معبرة جدا وتعكس أداء فيه نضج وحرفة عالية. لوعة الحب فيلم فيه رسالة، بيتكلم عن كتير من الأفكار البالية والرجعية اللي بتشكل علاقة بين الرجل والمرأة في مجتمعنا واللي فيها ظلم كتير للمرأة. الفيلم يشير لموضوع زي الاغتصاب الزوجي سنة 1960، يعني من 64 سنة، تخيلوا. وده موضوع لسه الناس بتناقش فيه لحد دلوقتي، ومفيش فيلم ناقشه بالجرأة والقوة دي زي لوعة الحب. يعني نقدر نقول إن احنا أمام فيلم سابق عصره، بيقدم لنا قضية مهمة لكن في شكل ممتع، قصة ممتعة فيها مشاعر متضاربة وصراع بين العاطفة والواجب وأحداث بتعمل تغيير في الشخصيات. وكل ده اتعمل بحرفة وصنع عالية لمخرجنا الكبير والعظيم صلاح أبو سيف. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة، وما تنسوش الاشتراك في القناة.